السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا في أحسن حال دايما. اعذروني كده في البداية عشان عندي برد فمغير صوتي شوية. النهاردة بقى الفيديو القنبلة، الفيديو المنتظر. بصوا النهاردة فيديو فظيع جدا جدا جدا، هيوفر عليكي كتير جدا جدا جدا، بس وقتها افتكريني بدعوة حلوة. وزي ما قلت لكم هنعمل السمنة بمكون موجود في البيت. تمام. لو بتشتري لبن من بره، فلو بتشتري لبن معلبات وقفيه بعد الفكرة دي واشتري لبن بلدي. حتى لو بتشتري كل فترة، حتى لو بتشتري كل يوم، ايا كان، المهم استثماري في الاستثمار الفظيع ده. هنعمل السمنة البلدي في البيت بالمكون ده. تمام. كل اللي مطلوب منك ان انتي هتجيبي لبن بلدي بس، ومن مكان كويس طبعا عشان يطلع قشطة كويسة. شايفين منظر السمنة عامل ازاي؟ وكمان طلعت مرطة، مش عارفه اقول لكم ايه، زي الزبده. تحفه، بتتاكل كده باي نوع من المقرمشات بتبقى فظيعه. تمام. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. يبقى وش اللبن ده هيعمل عندي حاجات فظيعه. انا الفيديو ده هكلمكم بكل التفاصيل عشان ما تتلخبطوش في اي حاجه وما تتعقدوش في النص زي ما حصل معايا من البدايه. دلوقتي احنا جبنا اللبن من عند اللبان وفضيته في اللبانه عادي جدا، وهحطه عشان يتغلي، يفور، ما يفورش يعني يغرق الدنيا طبعا، لا، لحد ما بالمنظر ده. اول ما هيجي يفور هطفي عليه على طول. تمام. كده طفيت على اللبن وده شكل القشطه. هعمل ايه؟ اما اللبن يبرد عندي هغطي عليه واحطه في التلاجة، وتاني يوم ابتدي اخد منه. تمام. جبت عندي علبة التلاجة اللي انا هبتدي احوش فيها واستثمر استثماري الفظيع ده، وهبتدي اخد وش اللبن. دي كده العلبة لسه فاضية. تمام. انا قعدت اصور في الفيديو ده فترة عشان اعرف اجمع وش، يعني ايه يكفي ان انا افرجكم الطريقة عاملة ازاي. تمام. جمعت شوية قليلين بس عشان يعني ايه اوريكم قبل رمضان تلحقوا تحوشوا برضو لو الفكرة عجبتكم بإذن الله وتبتدوا تطبقوها. في البداية كده يا جماعة ما تنسوش، عشان اعمل لكم فيديوهات تانية ان شاء الله تورينا نوفر ازاي. ما تنسوش لايك للفيديو لان الحاجات دي بتفرق جدا، واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم على القناة، يوصل لكم على الموبايل. تمام. دي كده اول وش من قشطة اللبن جمعناه، نحطه في الفريزر، وكل يوم نبقى نطلعه ناخد الوش، يوم ورا التاني ورا التالت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اقعد اجمع في وش اللبن وازود واجمع وازود، ونسمي كده بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام عشان ربنا يبارك لنا في اللي بنعمله. تمام. مع غلاء الاسعار دلوقتي طبعا، يعني برطمان السمنه هو اخر مره انا جبته كان ب180، الله اعلم دلوقتي بكام. فاحنا عشان نوفر على نفسنا ال180 دول اشتري بيهم على مدار الشهر لبن، يعني شربي عيالك وشربي البيت وخدي وش القشطه حوشيه واعملي منه سمنه. تمام. دي بقى المره اللي قررت فيها خلاص لا انا هعمل المره دي هسيح السمنه واوريها لكم. تمام. باخد وش اللبن كالمعتاد اللي عملته في الايام اللي فاتت كلها، وبحطه في علبة التلاجة عندي. ده السمك اللي انا جمعته خلال الفترة اللي انا جمعت فيها دي، على حسب استخدامك للبن. في ناس بتجيب لبن كل يوم فخدي الوش كل يوم، ناس كل يومين جمعي الوش كل يوم، الناس كل اسبوع، على حسب استخدام كل واحد. نزلت القشطة بتاعتي في الحلة. انا هصور لكم التفاصيل وتفاصيل التفاصيل بس بالشكل السريع. تمام. كده القشطه بتاعتي انا مولعه عليها عشان ما انساش التركه المهمه جدا 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 دي. بصوا ابتدت تبين سمنه ازاي، بس اوعي 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 تستعجلي. تمام. انا بهدي عليها النار زي الشمعة على اصغر عين عندك على البوتاجاز، وتوطي عليها زي الشمعة. شايفه المنظر اللي اديتهالك ده؟ اوعي تتخدعي وتقولي كده خلاص طلعت سمنه. تاخد وقت على النار، يعني بصي انت ولعي عليها على العين الصغيره على البوتاجاز على النار الهاديه، واعملي حاجة بيتك كلها، اعملي اكلك وشربك وروقي واعملي كل حاجة، بس اهم حاجة كل شوية تديها تقليبة كده زي ما هتشوفيني بعمل في الفيديو. تمام. بتتساب على فكرة حوالي مثلا 4 ساعات، او ممكن في حدود ال4 ساعات. انا سبتها دي بتاع 4 ساعات اللي هم هديه عليها شمعة خالص خالص خالص، وعملت حاجة البيت كلها وهي على النار. كل شوية بس اخش عليها اقلب واخرج اقلب واخرج.
تمام. وبرضو اوعي تغلطي غلطه انا غلطتها، انك يعني ايه في وقت من الاوقات تعلي النار وتنسيها، بتلسع الحله من تحت. تمام. فانت تهدي النار شمعة خالص خالص. اما تديكي شكل السمنه كده اوعي تتخدعي، خليكي مكمله معايا للاخر. تمام. السمنه اللي بتطلعها بتبقى جميله. اعملي برطمان كده جمعي فيه، يعني جمعي شويه وش قشطه كده في علبه التلاجة في الفريزر زي ما قلنا، وبعدين سيحيهم وخلي برطمان عندك فاضي تجمعي بقى فيه السمنه لحد ما تمليه للاخر، بحيث ان انت لما تخشي على التاني وده يقرب يفضل تكوني جمعتي واحد تاني باذن الله. كل شويه زي ما قلنا بقلبها واسيبها، اقلبها واسيبها. اديت شكل السمنه اهو، بس احنا اتفقنا مع بعض من اول الفيديو انك ما تتخدعيش، خليكي مكمله معاها المراحل للاخر. سموا الله كده وصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، عشان ربنا يملى حياتنا كلها بركه باذن الله، وينعم علينا بالافكار اللي زي دي اللي هي توفر علينا وعلى بيتنا، ونوفر على بعض كلنا باذن الله. انا كده برضو بديها تقليبه. نصيحة كمان، حاولي ان انتي اما تيجي تسيحي السمنة زي كده ما تسيحهاش في حلة تيفال ولا مثلا جرانيت ولا كده. ليه بقى؟ لان بتحتاج تقليب كتير. هتقولي لي ممكن اقلب بمعلقة خشب او سيليكون او ايا كان، تمام، بس لو نسيتي النار او النار عليت منك او ايا كان لاي ظرف، يعني الحلة بتشيط من تحت، فانت هتشيليه ازاي بمعلقة؟ الجرانيت والتيفال مينفعش ان انت تكحاتي فيهم بمعلقة. تمام. فلو عندك حلة زي دي مثلا او حاجة ما بيلزقش فيها، اعملي فيها كده كده. انت بتهدي النار زي ما قلنا شمعة. واوعي اوعي اوعي تفوتك النقطة تركة، اهم تركة دي، لانها لو فاتتك خلاص شكرا باظت اصلا منك. يبقى بنهدي النار شمعة خالص وما بننخدعش بمنظرها. زي ما انتوا شايفين انا مسكت الحلة بكل جوانبها بايديا، وحطيت ايدي في السمنة، ما اتلسعتش لان انا مهديه عليها النار جدا. طلع بخار بس ما تلسعش. شوفي خدت شكل تاني ازاي، عامل زي خطة البشاميل. انتي بتفضلي وراها لحد ما تاخد الشكل الكريمي ده. شايفه نقطت في النص اهي، ابتدت البشاير. ده انا فرحت اول ما لقيت المنظر ده. انا في كل مره افتكر ان هي باظت مني، بس اقول لنفسي لا، اصبري اصبري. شايفين كده الحله شاطت مني لان انا عليت النار ونسيت، بعدين رجعت وطيتها تاني. تمام. هديها تقليبه. خدت كده لون، يعني لون كريمي وفي نفس الوقت تقلت. ماشي. ما تنخدعيش بالمنظر، استني معايا للاخر. بس ما تنسوش الدعم الدعم الدعم، لايك للفيديو، اشتراك في القناة، وفعلوا زر الجرس. زي ما انتوا شايفين ابتدت اهي سمنة تبان. تمام. اصبروا كده واستمروا معاها للاخر. وهي واخدة اللون الكريمي ده هفضل اقلب فيها برضو شوية بالشكل ده لحد ما هتاخد معايا كام مرحلة كده في الاشكال. هقولك خلاص كده تمام، يلا بينا بقى على الخطوة اللي بعد كده، اللي هي مهمة جدا 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 جدا. ما تقلقوش من لسعة الحلة دي، لان انا لما انقلها في الخطوة اللي بعد كده هغسل الحلة تاني وهحطها تبقى زي الفل، ما فيهاش لسعة ولا اي حاجة. ما تنسوش واحنا شغالين مع بعض لايك للفيديو، اشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس. وكمان تقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في الفكرة دي، عايزين فكرة ايه، حاجة تانية غالية وعايزين تحاولوا توفروا فيها، اشوف لكم افكار فيها نوفر مع بعض. زي ما انتوا شايفين انا حطيت ايدي في السمنة اشوفها، هي مش سخنة، هي السمنة مش سخنة، ممكن تكون بتطلع دخان والحلة نفسها برضو مش سخنة، هي بس عشان انا مهديه النار جدا جدا زي ما قلنا مع بعض شمعة، فعشان كده هي مش بتلسع. عشان الخطوة اللي بعد كده لازم فيها السمنة ما تكونش سخنة. تمام. هي كده السمنة يعتبر قربت خلاص جدا 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 ان هي توصل للقوام اللي انا عايزاه واللي يؤهلها للخطوة اللي بعد كده. هي كده تمام خلاص معايا السمنة. اول ما توصل معاكي للشكل ده تعالي بينا على الخلاط. هي بتطلع دخان زي ما انت شايفة، بس انا هحط ايدي فيها مش سخنة. لو سخنة منك يبقى انت عليتي عليها النار، فاصبري عليها شوية بعدين حطيها في الخلاط عشان بس ما تبوظش الخلاط بتاعك.
هنضربها في الخلاط حوالي 5 دقايق، بس طبعا ما تفضليش دايسه على الخلاط عشان ما يبوظش، شويه وتوقفي شويه وتوقفي لحد ما تديكي المنظر اللي انت شايفاه ده. تمام، هي كده فصلت شويه، بس محتاجه نرجعها على النار تاني، هتبقى بالشكل ده. وتفضي كل اللي في الخلاط وما تهدريش اي حاجه، لان بتقسم معاكي هنا لمرته وبتقسم لسمنه. زي ما انتوا شايفين في النهايه المنظر عامل ازاي، سمنه ذهبي يعني لون الذهب وصافيه، وعندك المرته زي الفل. هنجيب بقى البطرمان اللي انا بجمع فيه اللي قلت لكم عنه في بدايه الفيديو، وهجيب صفايه صغيره عشان بس المرته ما تنزليش في السمنه وتبوظ. فهنزل سمنه وبس، هصفيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن تكون طلعت حبه مش كتار، عشان بس انا السمنه القشطه اللي جمعتها ما كانتش كتير. تمام، لكن انت بقى جمعي، خدي راحتك في التجميع. لما تملي علبه التلاجة على اخرها ابقي ابتدي سيحيها عشان ما تعمليش الموضوع ده كتير. تمام، ودي المرطه اللي طلعت معايا بدخانها اهي زي الفل، بألف ألف ألف هنا وشفا. وبإذن الله أعمل لكم فيديوهات تانية أحسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.